السلام عليكم، كيفكم يا اخوان؟ عساكم بافضل حال وبخير. نزلنا قبل قليل فيديو بيحكي عن مخالفة الماسك وكيف ترقد دفعها، لكن مع الاسف اليوتيوب ما ارسل الفيديو لكل الناس، ما تم ارساله. فالرجاء الدخول على القناة ومتابعة الفيديو لانه في كتير اشخاص بحاجة لهذا الموضوع. عندنا بهذا الفيديو عدة اخبار، منها توقيف 63 مهاجر سوري في مدينة اسكيشهير التركية، كانوا على متن 4 مركبات نقل متوجهين إلى الحدود الغربية التركية بهدف العبور إلى اليونان من قبل فرق مكافحة التهريب، وتم تسليمهم إلى مديرية الهجرة وتغريم السائقين الأربعة بمبلغ وقدره 33 ألف ليرة تركية. ننتقل للخبر اللي بعده، وهو مدينة اسطنبول. يحكي حذرت إدارة الأرصاد الجوية التركية من هبوب ورياح عاصفة ابتداء من مساء اليوم في ولاية اسطنبول. الخبر الأخير وهو أخبار سارة راح يعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الأربعاء مساء اليوم. يحكي أخبار سارة ينتظرها الملايين من الشعب التركي، سيعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الأربعاء. فإن شاء الله حتكون أخبار حلوة، ما حدا بيعرف إن كان أخبار بتخص الوباء أو الحظر أو حتى عن اكتشاف الغاز الطبيعي. كل الناس عم بتخمن عن الغاز الطبيعي، بس إن شاء الله بيكون عن الحظر، تتسهل الأمور أكثر في الأيام القادمة. هذا كان أبرز ما ورد. أيامكم طيبة وسعيدة ومباركة، دمتم في أمان الله.